يميس التماسي على كل واحد بيشوفنا في حلقة جديدة من أفلام كرتون. النهاردة إحنا مش جايين نحكي فيلم كرتون خالص، إحنا جايين نحكي عن أصول الحكم والغل اللي بيعمل قلوب. قصة الأسد اللي اتغدر بيه من أقرب الناس ليه ولف الدنيا ورجع علشان ياخد حقه بدراعه. لو فاكر إنك داخل تتفرج على ميكي ماوس تبقى غلطان، انت داخل تتفرج على ريا وسكينة بس في الغابة. ركز معايا في التفاصيل علشان اللي جاي فيه شغل عالي جدا. يلا بينا نبدأ. الفيلم بيبدأ بشوق عالمي، الغابة كلها واقفة صفين والملك مفاسا واقف فوق الصخرة بهيبته اللي ترج جبال. الكل جاي يبارك على المولود الجديد اللي هو سيمبا، والقرد رفيقي شالوا لفوق والحيوانات كلها وطت دماغها. نظام عاش الملك ومات الملك. بس الناحية التانية كان فيه سكار، الأخ اللي عينه صفرة. كان قاعد في جحره بيخطط، مش علشان ياخد حتة لحمة زيادة، لا ده عينه على المملكة كلها. سكار جناته ما ادتلوش العضلات، بس عوضته باللسان الزفر والخبث اللي يوزن بلد. سيمبا الصغير طبعا ناشف ودماغه حجر وعايز يثبت انه بطل. سكار عرف يجرجره من رجله وقال له باسلوب صباوي: يا سيمبا يا حبيبي، الشجعان بس هم اللي بيروحوا مقبرة الافيال، بس انت لسه عيل فبلاش. طبعا سيمبا ركبه خبطت في بعض في الاول، بس كبرياءه خلاه يروح وياخد معاه نالة. يلا مش هموت لوحدي. هناك الضباع كانت مستنياه، والضباع دول بقى يا صاحبي هم البلطجية بتوع سكار، ناس بتوع مصلحتهم ومستعدين يبيعوا أي حد مقابل عظمة. ولولا إن مفاسا نزل عليهم زي الصاعق كان سيمبا بقى خبر في الجرايد. مفاسا هناك ادى لسيمبا درس في الأصول، قال له: يا ابني يا حبيبي، الشجاعة مش إنك تروح للموت برجلك، الشجاعة إنك تخاف على أهلك. سكار قال لك لعب العيال الصغيرة ده مش جايب همه، فقرر يعمل التايهة الكبيرة. راح اتفق مع الضباع يهيجوا قطيع من الجاموس في وادي ضيق، وحط سيمبا في النص كطعم. مفاسا نزل ينقذ ابنه، بس بعفرته قدر يطلعه. بس وهو طالع بيمد ايديه لاخوه سكار علشان يلحقه. سكار غرز مخالبه في ايده وقال له بدم بارد: سلم لي على الشهيد اللي معاك، وهوب راح رميه. مفاسا مات، وسكار كمل تمثيلية الغلابة على سيمبا وفهمه ان هو اللي قتل ابوه بغبائه، وقال له: اهرب يا سيمبا قبل ما الحكومة تقفشك. سيمبا هرب وهو مكسور، وسكار مسك الحكم وقلب الغابة خراب. سيمبا كان خلاص هيفرفر في الصحراء، لولا انه وقع في ايد اتنين عايشينها بالطول وبالعرض: تيمون وبومبا، ناس ماشيين بمبدأ فكك من اللي فات وخليك في الأكلات. علموه ياكل الدود وينسى إنه ابن ملك ويعيش حياته هكونة مطاطا، يعني مفيش قلق يا معلم. سيمبا كبر وبقى أسد بشنب، بس من جواه لسه عيل بيخاف من الماضي. الدنيا دارت وسيمبا قابل نالة بالصدفة، وعرف منها إن سكار والضباع نشفوا ريق الغابة والكل بيموت من الجوع. سيمبا كان لسه بيجيب ورا من سكار لحد ما القرد رفيقي اداله قلم فوقه ووراه روح أبوه في السماء، وهي بتقول له: اصحى يا سيمبا، انت ملك مش صبي. سيمبا رجع ودخل الغابة وهو ناوي على الشر، وواجه سكار قدام الكل، وسكار في لحظة غرور اعترف إن هو اللي قتل مفاسا. هناك الغابة ولعت نار، والأسود قامت قومة راجل واحد. سيمبا حاصر سكار في حتة ضيقة، وسكار بدأ يتمسكن علشان يتمكن، وبيرمي التهمة على الضباع. سيمبا حدفه من فوق الصخر، والضباع اللي سكار باعهم هم اللي أكلوه حي. سيمبا رجع هو الملك، والغابة نورت من تاني. والدرس المستفاد يا صاحبي إن ابن الملك ملك، وابن الدكتور دكتور، وابن المهندس مهندس.
مهما الزمان بهدله، وإن الخيانة آخرها سواد على إيد اللي وثقوا فيه. دي كانت حكاية الأسد الملك في أفلام كرتون. لو عجبتك الحكاية ادينا اللايك المتين واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام يا بطل.